تتجه شركة أوبر الأمريكية بعد استئناف نشاطها في المغرب أواخر سنة 2025 في مدن الدار البيضاء ومراكش والرباط وطنجة إلى توسيع نطاق خدماتها ليشمل مناطق جديدة من بينها الصحراء المغربية، مع احتمال إطلاق خدماتها في مدينة الداخلة. وبحسب موقع أفريك انتليجنس، فإن الشركة كلفت مكتبا استشاريا له حضور قوي في المغرب من أجل دراسة السوق، وهو نفس الشريك المحلي الذي رافق دخولها الأول إلى المملكة سنة 2015. غير أن تلك التجربة انتهت سنة 2018 بعد مواجهة إطار قانوني لم يكن مناسبا لخدمات النقل عبر التطبيقات. ومع عودة أوبر بعد غياب دام 7 سنوات، يبدو أن السياق تغير نسبيا، خاصة مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، وهو ما دفع السلطات إلى إعادة النظر في تنظيم قطاع النقل الحضري وتطويره. وفي هذا السياق، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جواب برلماني أن الحكومة تعمل على تصور جديد يعتمد على مقاربة مزدوجة تجمع بين مراعاة الخصوصيات المحلية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، بهدف تحسين جودة خدمات النقل وتأطير التحولات التي يشهدها القطاع. كما أن أي توسع محتمل لشركة أوبر في مدينة الدخلة قد يندرج ضمن التوجه الذي اعتمدته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي سمح للشركات الأمريكية سواء العامة أو الخاصة بالاستثمار في منطقة الصحراء الغربية المغربية. وفي سياق متصل، تواصل كل من الرباط وواشنطن مناقشات حول تحديث اتفاقية التبادل الحر الموقعة سنة 2006، والتي لم تعد بحسب التقديرات الحالية متماشية مع التحولات السياسية الراهنة. وكانت الولايات المتحدة قد استثنت في البداية الصحراء الغربية المغربية من نطاق تطبيق هذه الاتفاقية التجارية مع المغرب.